انت مش مشهور، مش جورو واصل لمستويات عاليه، وما عندكش بودكاست مثلا واصل لارقام خرافيه، فليه حد ممكن يدفع لك اصلا على خدمه انت بتقدمها؟ بس خليه فاكر حاجه مهمه، كل جورو انت شايفه اونلاين دلوقتي بدا في وقت من الاوقات من الصفر، هو كمان من نفس المكان اللي انت بادئ فيه بالظبط دلوقتي. فانت مش محتاج تبقى سابق الناس ب 10 سنين عشان تعرف تبيع الخدمه اللي انت بتعملها. انت بس لو فكرت فيها اللحظه، انت محتاج تكون سابق بس بخطوه الشخص اللي لسه واقف في نفس المرحله اللي انت عديت منها. يعني على سبيل المثال، انت دلوقتي وصلت 10000 وكنت واقف مثلا في ال 5000 لفتره طويله، ففي شخص دلوقتي مثلا واقف في ال 5000 دول بقاله فتره ومش عارف يعديه، فانت بكل اختصار بتروح تبيع له الخدمه بتاعتك بحيث تاخده من 5000 ل 10000. وده بالظبط اللي الناس بتدفع عليه فلوس، الوضوح، الكلاريتي من حد عاش التجربه فعلا وفاهمها من جوه. وهتفهم الكلام ده بجد لما توصل مثلا في مجال معين في حته عاليه شويه، وهتلاقيك سبت في رقم معين كده لفتره طويله. انا بتكلم هنا شهور، وممكن توصل لسنين كمان. بتحاول تسمع كورسات، بتتفرج على يوتيوب، بتتفرج على بودكاست، ومفيش اي حاجه بتقدمك خطوه واحده. فانت بكل اختصار بتروح لحد في المجال بتاعك او المجال شريك فيه وصل لحتت فعلا عاليه شويه، وبتروح تساله وبتروح تديله البيزنس بتاعك يعين وكل الكلام من ده كله. وممكن مكالمه كوتشنج واحده معاه سعرها يوصل لكل اللي صرفته على التعليم قبل كده. فبس حاول بس تفكر فيها بالشكل ده. يعني لو حليت مشكله او فهمت حاجه كانت معطلاك، او عديت مثلا بمرحله صعبه وطلعت منها، اتكلم عنها، لان الحاجه الوحيده اللي واقفه بينك وبين انك تعمل كاش اونلاين فكره انك لسه مش جاهز تبيع لحد تاني.